أحداث متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تجدد القصف الأمريكي على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، والمزاعم الأخيرة بشن هجمات على حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نفذت سلسلة غارات وضربات دقيقة ضد عشرات الأهداف للحوثيين المدعومين من إيران، تضم مخابئ ومصانع للأسلحة في صنعاء والصعدة والحديدة، وأكدت استمرار العمليات العسكرية رداً على استهداف السفن في البحر الأحمر. وفي تطور للأحداث، شنت جماعة الحوثي رابع هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان، وبحسب البيان الذي أصدره الحوثيون فقد تم إطلاق الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة مستهدفة حاملة الطائرات وعدداً من القطع الحربية الأمريكية. كما تعهد الحوثيون بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل في الساعات المقبلة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي تبنى فيه الحوثيون على لسان متحدثهم العسكري يحيى سريع استهدافهم لقاعدة جوية في إسرائيل بصاروخ باليستي، واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي. الهجمات التي تشنها أمريكا ضد الحوثيين رافقها تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة المميتة ضد الجماعة المدعومة من إيران، محملاً الأخيرة المسؤولية الكاملة عن هجمات الحوثيين البحرية ضد السفن والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، وأشار إلى أن الحملة العسكرية لن تنتهي حتى يتوقف الحوثيون عن هجماتهم. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين حوثيين أن الجماعة لن تتوقف عن قصف السفن في البحرين الأحمر والعربي، وأنها لن تجنح إلى التهدئة تحت وطأة الضغوط العسكرية الأمريكية أو استجابة للنداءات الإيرانية. وبحسب مسؤولين إيرانيين لرويترز فإن إيران سلمت رسالة شفهية إلى مبعوث جماعة الحوثي لدى طهران لتهدئة التوتر، لكن التحركات الإيرانية العسكرية الأخيرة تشير إلى استعدادات مكثفة لهجوم أمريكي أو إسرائيلي قريب، حيث حركت طهران صواريخها الباليستية بعيدة المدى استعدادا للمواجهة. وشهد الداخل الإيراني خلال 48 ساعة الماضية تأهبا عسكريا ضخما، خاصة مع تعطل نظام الملاحة والتتبع في إيران واستنفار الأنظمة الدفاعية المحيطة بالمواقع والمنشآت النووية الإيرانية، ما يضع المنطقة على صفيح ساخن مع ترقب المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.